عايزه اقول لكم الكيكه التحفه دي وكاسات السعاده اللي انتوا شايفينها دي عملتها في كوبايه وثلاث معالق دقيق بس. اي حد بيحب السوداني مع الشوكولاته مع الكراميل يبقى الوصفه دي مميزه ليه على طول كده. انا عملت كاسات السعاده واول مره دي حصري محدش عملها قبل كده، طالعه يا جماعه وهميه. تعالوا النهارده نعمل كيكه السنيكرز التحفه دي. بس قبل ما نبتدي وصفتنا تعالوا نصلي على سيدنا محمد ونقول بسم الله، ونعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد مع مطبخ ست هاني. بتقولوا لي انتوا بتتابعوني من انهي مكان عشان تشرفوني وتنوروني او في قناة. يلا نبتدي ونقول بسم الله ونصلي على سيدنا محمد. معايا النهارده 3 بيضات والفانيليا، طبعا البيض لازم نحط فيه فانيليا. الطريقة دي سهلة يا جماعة ومش بتاخد منكم دقيق كتير. 3 بيضات وفانيليا، لازم تحطي الفانيليا كويس وبعدين هتقعدي تضربي بيهم في الخلاط بتاعك او بالمضرب الكهرباء بتاعك. حطي كمان نص كوباية سكر. مش بقولكوا وصفاتي سهلة وبسيطة والمقادير سهلة ما فيهاش اي حاجة، سهلة اهي يا جماعة ولا اي حاجة، سكر قليل دقيق قليل وبس. يلا بقى بعد ما هنقعد نخلطها كويس قوي قوي قوي، لازم الخطوة دي يا جماعة مهمة في الكيك اللي هي يطلع ما يبقاش هابط كده. خطوة البيض على السكر، الخطوة دي مهمة جدا جدا جدا، لازم تتعمل ويديك القوام الكريمي شوية بتاع البيض مع السكر، مهمة علشان يطلع الكيك منك نافش وما يهبطش منك. بعدين انا بعد ما هقعد اخلط كويس كده بالمضرب الكهرباء هحط كمان نص كوباية لبن. شفتوا سهلة ازاي مش بقول لكم. وبعدين هقعد اضربهم كويس برضه تاني زي ما انتوا شايفين بالمضرب كده كويس جدا جدا عشان ادخل الهواء بس كده، مش بعمل حاجة يعني غريبة. وبعدين هجيب معايا الوصفة دي بتحتاج كوباية، يعني هتحط كوباية دقيق وثلاث معالق كاكاو. طبعا احنا القاعدة الأساسية عندنا اللي احنا ندخل الدقيق. لازم لازم يا جماعة الخطوة دي ما تنسوهاش. أهم حاجة في الكيك عشان يطلع منك هش وطري ونافش ما يهبطش منك ما يبقاش هبطان، تحطي تنخليه. أهم حاجة كمان تحطي كاتشب. في ما عندكيش كاتشب مفيش مشكلة، بتحطي بيكنج باودر. وكمان هحط 3 معالق كاكاو، كاكاو خام مش كاكاو بالسكر، لان الكاكاو بالسكر ده في الخلطات ما بيبقاش حلو خالص. يعني لما تيجي تعملي بيه كيك وانت ظابطه المقادير بتاعتك هتيجي تحطي السكر ده ما بيديش نتيجه حلوه، يعني انا ما بفضلوش. فبشتغل معظم وصفاتي بالكاكاو الخام.
وبس هخلط برضو تاني كويس كويس برضو بالمضرب السلك زي ما انتوا شايفين. وبعدين هقوم اجيب عندي اللي هي صينية كده اهوت صغيرة، هي مش كبيرة بس هي قد الكيك اللي احنا بنجيبه من بره، اللي هو بيبقى زي القالب. دي الحجم دوت. انا عملتها والله، انا استغربت اللي هي طلعت بالحجم الفظيع ده. هي طلعت بالنسبة لي حجمها حلو يعني، بكوباية وثلاث معالق دقيق، دول حاجة سهلة يعني. ومش مش مثلا دقيق كتير ولا كده. وبس بطنت الصينية بتاعتي بحبة زيت وحطيت عليها حبة دقيق، نفضتها كويس. وبعدين الباقي بقى برميه، يعني بتقعدي تنفضي كويس كويس، بتحطيها في الجوانب كله كله كله. وبعدين باقي الدقيق لو فاض منها فيها دقيق زيادة ترمي، مفيش مشكلة. طبعا هنسخن البوتاجاز على درجة حرارة عالية جدا، وهنبتدي نحط الكيك فيه. مش هنفتح عليه. بالظبط بالظبط قبل ربع ساعة تلت ساعة ديت بيبقى لسه الكيك قرب يستوى، يعني بالظبط التسوية نص ساعة. أنا كنت عاملة معاكم قبل كده الوصفة بتاعة الكراميل. إم، أنا كنت عاملاها وهنزلها لكم برضو في صندوق الوصف، وصفة الكراميل، لأن أنا مرضتش طبعا أنزلها تاني هنا في الفيديو، هتبقى الوصفة طويلة أوي. بدأت أجيب السوداني عندي، أنا هنا كنت مستعملة بالظبط 8 كيلو سوداني على الخطوة على الوصفة بتاعتي دي. جبت السوداني زي ما انتم شايفين، وخلطت حطيت عليه الكراميل بالشكل ده، وهشيله احطه في التلاجة. لازم الخطوة دي تعملوها، لازم انتوا تشيلوه تحطوه في التلاجة، هيجمد بس معاكي شوية. بدأت أعمل الكريم شانتيه. الكريم شانتيه طريقته سهلة جدا. الكيس كريم شانتيه عليه كوباية لبن أو تلات أرباع كوباية لبن، يعني حسب القوام اللي أنت عايزاه. ده المقدار المظبوط، بس تحطي اللبن سقعان، ما تحطوش سخن، يعني تبقي جايباه من التلاجة أو حاطاه شوية ربع ساعة كده في الفريزر، اللي هو يبقى مجمد معاكي شوية. هنا بدأت أنا أعمل الكريم شانتيه بتاعي زي ما انتوا شايفين. بس أنا هنا ما حبيتش القوام ده، أنا كنت عايزاه يبقى أخف شوية من كده. فحطيت عليه نص الكوباية التانية بتاعة اللبن. يعني انت لو حباه كده تمام تحطي الكيس، ممكن تحطي عليه نص كوباية لبن. لو حباه الكريم شانتيه ماسك أوي، حباه سايح شوية، اللي انت تقدري تتحكمي اللي انت تشكلي بيه الحاجة براحتك، تحطي عليه بقية الكوباية بتاعة اللبن اللي انت حاطاه. وبرضه تاخديه ما تسيبهوش بره، هتحطيه في التلاجة لحد ما تكملي الوصفة بتاعنا، لأن احنا دلوقتي لسه الكيك بتاعنا في الفرن. فطبعا ده لما هيتساب لحد ما الكيك يطلع هيسيح من بعض فلا. طبعا انا طلعت الكيكه بتاعتي طلعت ممتازه وهشه وطريه، وقولي بقى زي ما انت عايزه، طعمها كان جميل وحلو، السكر بتاعها مناسب مظبوط. ما تزوديش اكتر من السكر ده، علشان الوصفه بتاعتك فيها الكراميل، فالكراميل كده ولا كده سكر، فكده حلوه. بدات اختبرها بالسلاكه الطويله ديت، او ممكن تحطي فيها سكينه اللي انت ايه شفتيها هي مظبوطه استوت ولا لا من كل الجهات ولا لا. برضو الشوكولاتة اللي أنا عاملاها دي أنا كنت منزلها لكم بفيديو خاص لوحده. الشوكولاتة دي بطريقتها سهلة سهلة جدا يا جماعة، وبتطلع طعمها جميل ومن غير زيت. برضو هنزل لكم الفيديو بتاعها، اللينك بتاع الفيديو في صندوق الوصف عشان تشوفوه. إيه لازم والله أنا بنصح أي حد اللي بيعمل شوكولاتة يعملها بالطريقة دي. الطريقة دي مظبوطة وسهلة وجميلة واقتصادية ومن غير زيت، أهم حاجة هي من غير زيت. إيه أنا بدأت هنا. طبعا انتوا شايفين الكيكه طالعه حلوه جدا، قسمتها بالنص. ممكن عايزه تقسميها ثلاثه قسميها، هي كانت سخنه مني وانا كنت ايه عايزه اعملها بسرعه. هبتدي اشيل الجوانب الناشفه دي كلها. هي مش ناشفه بس هي بالنسبه لو هتعملي كيك وطبعا هتزوقيها وكده، فدول مش مستحبين. طبعا احنا ما بنرميش حاجه وترموها لا. انا دلوقتي هقول لكم هعمل ايه ببواقي الكيك، وممكن الوصفه دي تعتمدوها لو حتى عندكم كيكه باظت، او ممكن تجيبوا كيك من السوبر ماركت اللي هو هوز او اي كيك من السوبر ماركت حلو عندكم، ممكن تفرفطوه كده زي اللي هي البواقي الكيك وتشتغلوا بيه. لو حد عندكم جاي تعملوا الطريقه دي بسرعه. انا هوريكم دلوقتي كاسات السعاده انا عملتها ازاي. بدات هنا اشيل كل الزوايد او كل الحاجات الغامقه دي. هي مش غامقه بس انا بشيلها لان ايه مش عايزه، لان انا مش هسقي الكيك بحاجه، فعشان ما تبقاش مني فيها جانب الحروف اللي هي الناشفه والكلام ده، لا انا شلتها كلها، لان انا عارفه ان انا مش هرميها وهستعملها في حاجه تانية.
اشيلهم كده كلهم زي ما انتم شايفين بالراحه كده، عشان الكيك بتاعك ما يفوتش منك، لان انا كنت بشتغل وهي سخنه. يا ريت يبقى الخطوات بتاعتي واضحه وبسيطه. والله انا ما بحبش اطول في الكلام او اطول في خطواتي، وببقى حابه ابسط لكم المواضيع جدا جدا عشان تبقى الوصفه ان شاء الله تعجبكم، وتدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، وتشرفوني في قناه. برضو هنا الجزء اللي تحت انا بدأت برضو اشيل منه الزوايد الكتيرة كده، وهقسمهم دلوقتي على بعض علشان لو فيها حتة طالعة، لو فيها لا، يبقى كله مستطيل مظبوط زي ما انتم شايفين. وبرضو انا جنبي كان طبق بفضي فيه البواقي ديت، عشان ايه مش هرميها، انا هستعملها احنا مش هرميها. اشتها كده اهوت زي ما انتم شايفين، بالراحة وكل شغلك بالراحة. ما تبقيش ما فيش حاجة وراكي يعني عشان تبقي متسرعة عليها، بالراحة وأهم حاجة تساوي الجوانب كده، أهم حاجة تساويها على بعض. وبس أهي هبتدي دلوقتي أنا هطلع السوداني من الثلاجة، وهجيب الكريم شانتيه بتاعي، وهقول لكم وفي خطوة انتوا ممكن تستغنوا عنها وتبدأوا تعملوا كده بالشوكولاتة على طول، يعني عشان ما تدوخوش نفسكم. هقول لكم على الخطوة ديت دلوقتي. برضه انا بحب اشارككم واقول لكم ايه الحاجات اللي انا عملتها وطلعت مثلا بعملها وما ظبطتش مني. لا، انا هقول لكم دلوقتي ممكن تستغنوا عن الخطوة دي وانتوا بتزوقي الكيكة بتاعتك. حطيت الكريم شانتيه بتاعي في النص. على فكرة انت ممكن تحطيه في النص بس، دي الخطوة اللي انا بقولك عليها، ممكن تحطيه في النص بس وبعدين تنزلي عليه الشوكولاتة بس. ممكن هيمسك منك اكتر، لان هي الخطوة دي اللي انا عملتها لما بدأت احط الكريمة في الجوانب، لقيت الشوكولاتة ساحت مني، وبعدين قمت حطاها في التلاجة جامد. فانت ممكن تستغني عن الخطوة دي عادي جدا، ان انت ما تحطيش كريم شانتيه في الجوانب، اللي انت بس تحطي الكريم شانتيه في النص كده زي ما انا عملت، وتحطي عليه السوداني بتاعتك بالقرع. هي بتبقى النتيجة ما بتبقاش فارقة خالص. انا بس هنا حبيت قلت ايه لما اعمل ازود حاجة ولا ما طلعتش، يعني اما جيت احط الشوكولاتة انا كنت عايزاها تمسك قوي في الكيكة، هي مسكت فيها وكل حاجة بس لما اتحطت في التلاجة. انت ممكن الخطوة دي تستغني عنها، اللي انت هتزوقيها من الجوانب لا ما تزوقيهاش، وحط نزلي على طول الشوكولاتة، هتبقى برضو حلوة جدا. ومش هتديك اللون الابيض اللي انا كنت ايه بحاول اللي انا هشيله، لان انا ايه لما ساحت مني كنت مش عارفة، قلت بقى ايه ما فيش حل بقى، بس انا الحمد لله حلتها. فانا مش عايزاكي برضو انت بتعمليها تتعبي، لا، تعمليها بالطريقة دي. حطي بس الكريم شانتيه في النص، ما تنزلوش على الجوانب، لان الخطوة دي ما كانش معايا ليها اي لزوم غير اللي هي سيحت لي الشوكولاتة بس كده. انا بدات اعملها كده زي ما انتم شايفين بهدوء خالص. انا بس مسرعه الفيديو عشان ما بقاش انا بطول في الفيديو ورايا، انا ما ببقاش قصدي ان انا اطول في الفيديو. بدات انزل بالكراميل والسوداني. على فكره يا جماعه الكراميل والسوداني بيبقى طعمهم حلو جدا جدا مع بعض، يعني انا ما كنتش مصدقه ان هم فعلا بيبقوا طعمهم جميل مع بعض. والخطوه دي كانت حلوه جدا برضه. بدات احطهم كده. بس انت على فكرة ممكن زي ما انا قلت لك تستغنى عن الخطوة بتاعة الدقيق خالص، بتاعة الكريم شانتيه اللي انا قلت لك عليها، ممكن تستغني عنها وتبتدي تنزلي الشوكولاتة على طول. انا عايزة اقول لكم مقادير الشوكولاتة بسرعة كده وانتوا بتتابعوني. الشوكولاتة بتتعمل بنحط كوباية لبن بودرة، كوباية سكر بودرة. لازم السكر بودرة تحطي سكر بودرة، ما يبقاش سكر خشن، لأن هيصعب معاكي. لو انت بتخلطيها بالهاند بلندر هيبقى الموضوع صعب قوي، والحبيبات بتاعة السكر مش هتدوب قوي. لا، الأفضل اللي انت تعمليه بسكر بودرة. ما عندك السكر بودرة خلاص حطي في الخلاط بقى كله، يعني كوباية لبن بودرة، كوباية سكر بودرة، كوباية كاكاو، ومعاهم كل دول 3/4 كوباية لبن. هتبتدي
تحطي اللبن البودرة مع السكر البودرة، مع اللبن اللي هو الحليب، اللبن اللي هو الحليب في الخلاط. هتقعدي تخلطي كله مع بعضه قبل ما تحطي الكاكاو. يعني كل ده يتخلط كويس قوي قوي قبل ما تحطي الكاكاو. وبعدين تنزلي بقى بالكاكاو. حطي الكاكاو، هو اصلا بيبقى اتربط على طول يعني. وتلاقي قوامه، انت لو عايزاه جامد قوي بتبتدي ايه تخلطي فيه حلو قوي قوي. مجرد ما بتنزلي الكاكاو هو ماسك في بعضه خلاص اتربط وبس. الخطوة دي حلوة ومن غير زيت يعني. أحلى حاجة أما تعملي وصفة كمان شوكولاتة. والشوكولاتة دي عاملة زي الشوكولاتة اللي هي النوتيلا، ممكن تحطي فيها شوية بندق برضه بتبقى جميلة جدا والله يا جماعة، وهمية. فحاولوا تجربوها كده، والطريقة دي بتطلع مظبوطة جدا جدا. المقادير اللي أنا قلتها لكم دي، وبرضه في فيديو أنا هسيبه لكم في صندوق الوصف بتاع الشوكولاتة والكرم. يعني انا هنزل في الفيديو في صندوق الوصف ان شاء الله فيديو للشوكولاتة وفيديو للكرم. هنا بقى انا اتضايقت بصراحة وقمت شايلة الجانب بتاع ال الكرم اللهم صل على النبي، بتاع اللي هو الكريم شانتيه، انا شلته لان ضايقني. حسيت ان الشوكولاتة كده بتسيح مني، فكنت مش عارفة اعمل ايه. قلت لا، انا هشيله عادي جدا. وبدات احطه وبعدين حطيته بسرعه زي ما انتم شايفين، مش هتاخد مني اي حاجه. وبعدين حطيتها في التلاجة. الخطوه دي مهمه وسهله، انا بقول لكم على الحاجات. يعني انا دايما لما اجي اشتغل بحب الحاجات اللي ما طلعتش ظابطه معايا اقولها لكم، لا اعملوا كذا. وانا بحب الناس تدي الطريقه والوصفات صح، لان صعب قوي احنا دلوقتي لما تيجي تحط تعملي الوصفه مش مظبوطه. طبعا الحاجه غاليه وحرام تترمي وتطلع الحاجه مش منك مش مظبوطه. لا والله العظيم انا مقاديري بتبقى بجد مظبوطه، وبحب بحاول اقول لكم بقدر من الامكان على الحاجات اللي انا غلطت فيها عشان انتوا ما تكرروش، عشان انتوا اخواتي. فلازم انا اقول لكم على الوصفه بالظبط. واما حد يجي يجرب لا ما تدعيش عليها، تدعي لي وتقولي شكرا ان الوصفه بتاعتك طلعت مظبوطه. فانا بحب كده. فانا لازم لما الاقي حاجه مش مظبوطه انا عملتها او طلعت عندي لا مش صح، احاول انبهكم ليها علشان انتوا ما تقعوش في الغلط اللي انا وقعت فيه. وبس كده. انا بدات ازوقها بطريقه سهله. وطبعا هي لما بتتحط يا جماعه في الثلاجه بالمنظر ده، الشوكليت بتاعتها هي مش بتبقى ماسكه قوي، لا بتبقى حلوه كده. والله طعمها بيبقى من الجوانب فظيع يعني. لا حلوه جدا جدا زي السنيكرز اللي بتجيبيه من بره بالظبط، يمكن احلى كمان. بدات اعملها كده وانا هشيلها بعد ما اخلص هحطها في الثلاجه. انا بقى دلوقتي هاجي للخطوه الثانيه الحصريه اللي محدش عملها قبل كده زي ما بقول لكم. اكواب السعاده او كاسات السعاده، انا بقول عليها كده ليه؟ لان هي بجد لما عملت الطريقه دي فرحتني، فرحتني وبسطتني اللي انا وصلت للنتيجه التحفه دي ببواقي الكيك. يعني بحروف الكيك انا ما رضيتش ارمي. كان عندي كريم شانتيه، حطيت معاهم معلقه شوكولاته واحده، قلبته كويس كويس كويس. طبعا الكريم شانتيه ده بقى في حته تانية بصراحه. حطيت لبن، حبه لبن على على الحروف بتاعه الكيك. يعني انت ممكن تحطي شويه لبن وتقلبي تقلبي فيها، او تحطي لبن في الكاس زي ما انا عاملاه. على فكره الطريقه دي او الوصفه دي ممكن تعمليها خالص لو عندك كيكه بقت منك انت وولادك، او عملتي كيكه مش مظبوطه او حد جاي لك، ممكن الطريقه دي تنقذك وتعمل لك. طبعا الكراميل بيتعمل سهل، الشوكولاته بتعمليها وبتسيبيها عندك برضه بتبقى الحاجات دي حلوه في البيت وتفضلي سايباها، يعني بتنقذك. لو جاي لك ضيوف بتعملي الطريقه دي فعلا. انا بدات احط في كل كاس معلقتين لبن اللي انا طري الكيك كده من تحت. عشان ايه؟ ما تجيش حد ياكل لا ده هو بيبقى طعمه جميل جميل جميل. انا عايزه اقول لكم اللي انا فرحت والله بجد بالكاسات اكتر من ما فرحت بالكيكه اما جيت اكلت. بدات احط اللبن زي ما انتم شايفين، وبعدين عشان بقى الوش حطيت اللبن على الكيك بقى ذات نفسه هو. وبدات اقلب كده فظبط معايا. حطيت، بصوا بقى، حطيت الكيك تحت، وبعدين هحط كريم شانتيه، وبعدين هحط السوداني بالكرم، وبعدين هحط الوش بقى الاخير. هو كده بالترتيب الوش الاخير كيك. وتحطي كمان معلقه عليهم معلقه شوكولاته بالبندق اللي احنا كنا عملناها.
طبعا اكيد افتكرتوها اما انا حطيت الشوكولاته بالسوداني، سوري، الشوكولاته بالسوداني اللي انا عملتها وبس. على فكره يا جماعه الكاس ده طالع طعمه وهمي. يعني هنحط اول حاجه تحت في الطبقه الاولانيه الكيك بتاعك، وبعدين الكريم شانتيه بالشوكولاته، وبعدين هنحط معلقه معلقه في كل واحده السوداني بتاعنا، والطبقه اللي بعد كده هتحطي الكيك تاني، وبعدين هنحط الشوكولاتة بتاعتنا في الطبقة الأخيرة في الوش فوق، وحبة سوداني كده ايه مفروشين عليهم في الآخر، وهتدخليهم التلاجة. وصدقيني بجد بجد هتاكلي أحلى وأجمل كاسات السعادة زي ما أنا سميتها وفرحت بيها جدا. بعدين أنا كده خلصت تقريبا، وبس أنا سبتها يعني تفضل محطوطة في التلاجة فترة.